ياسين مرعي واحد من اللعيبة اللي بجد تحير أي حد يتابعه. مرة تلاقيه مدافع صلب ماسك نفسه وبيشيل 2 و3 أجوان محققة من تحت رجلين الخصم وواقف على رجله زي الوحش. ومرة تانية تلاقيه متهور شوية داخل غلط أو بياخد قرار في نص متر يخليك تمسك راسك وتقول ليه يا ياسين؟ بس الحقيقة ده طبيعي جدا. ده مدافع صغير لسه في بداية الطريق ولسه بيعافر عشان يبني شخصيته في الملعب. ده مش جناح ولا صانع لعب، ده أكتر مركز في الكورة محتاج خبرة وهدوء وحس قرار في أجزاء من الثانية. ورغم التذبذب ده كله في حاجة واضحة قوي، الولد عنده بوادر مدافع كبير، بيتعلم وبيطور وكل ماتش بيطلع أحسن من اللي قبله. عنده جسم وعنده قراءة لاعب وعنده جرأة، بس محتاج الوقت اللي يصقل ده كله. واللي مخلي الناس مستنياه منه كتير إنك لما تشوفه وهو في يومه تفهم إنه مش لاعب عادي، وإنك قدام اسم هيكبر وهيبقى ليه وزن في خط الدفاع. إن شاء الله كمان سنة هنلاقي نفسنا بنتكلم عن ياسين مرعي بشكل مختلف خالص، وهنقول ده المدافع اللي الأهلي صبر عليه وكسب الرهان.